بسم الله الرحمن الرحيم. اعضاء مدونة مكتبة العرب اهلا بيكم. فكرة ان احنا نعمل ربح جماعي مع بعض، ان احنا كلنا نشترك، يعني مش واحد بس، لاني انا ملاحظ ان كل العرب بيخش يشرح لك موقع ويرمي لك رابط الافيلايت بتاعه. الرابط ده بمجرد ما انت بتسجل عليه هو اللي بيكسب لوحده. لا، احنا مش هنعمل كده، احنا كلنا هنكسب مع بعض. بصوا يا شباب، الفكرة جات لنا منين؟ جات لنا من موقع ممكن يكون مبتدئ شوية، لكن جمع الفريق كله وعمل روح جميلة جدا جدا، والناس كلها بقت تخش وتشتغل لأول مرة. أجمع، شايفين ال 714 دول؟ حتى الآن خلال 3 أيام دول 714 شخص، 714 شخص حبوا الفكرة ودخلوا نشتغل سوا. بصوا شباب، ال 714 شخص دول عملوا رصيد قد إيه؟ 2672 يورو. طبعا كلنا كنا فرحانين جدا بالفلوس دي، وقلنا خلاص هنستقبلها كلها. احنا اليوم بالظبط اليوم بيعمل معانا 1200 يورو. جميل. الموقع في خانة الابجريد كاتب لك كل حاجة اهو، الا ان انت ليك ليميت في السحب، ونفاجأ ان السحب مثلا 40 يورو. مش مزعل على فكرة، الموضوع مش مزعل، كفاية ان احنا قدرنا ننشئ الجروب ده من فكرة واحدة. يعني احنا دلوقتي انشأنا الجروب ده من فكرة ان احنا قلنا يا جماعة تعالوا كلنا نشترك في موقع واحد بايميل واحد. يعني هنخش مثلا على رابط الريفير ده، والفلوس اللي هتطلع دي كلها تتقسم علينا كلنا. الفلوس تطلع تتقسم علينا كلنا. الناس عجبها جدا الفكرة، وعملنا فريق مع بعض واشتغلنا فعلا. وصلنا ل 1200 يورو في اليوم. اجينا نسحب، قال لك لا، انت اقصى حاجة تسحبها مني كل 5 ايام 40 يورو. برضو والله ما زعلناش، بس فكرنا في ان احنا نعمل حاجة تانية بقى. طالما الفكرة ناجحة كده، ان احنا لو دخلنا موقع نقدر نجيب الارقام دي، طب ايه رأيكم نخش مواقع موثوقة ومش حاطة ليميت على الفلوس؟ يعني ما يجيش، يعني انا مثلا معايا ال 2000 دول عايز اسحبهم النهارده، نسحبهم ونوزعهم على بعض تاني في الجروب فورا. تمام. قعدنا بقى نفكر، اشوف كذا موقع من المواقع دي، ففجأة لقيت الصورة دي، عايز اوريها لكم. شفت الصورة دي كده يا شباب؟ ده راجل اتصرف له 231 دولار، وفي ناس تانية اتصرف لها 600 دولار وكلام من ده. تمام. طيب تعالوا بقى نتعرف على الموقع اللي احنا هنشتغل عليه، اللي هو ايه؟ لايك سنس اللي احنا هنشتغل عليه ده. تمام. بصوا يا شباب، دي شركة صادقة جدا، واي مبلغ هتطلعه هناخده. اي مبلغ هتطلعوه كلكم احنا هناخده ونشتغل بيه. بصوا هنا كده، احنا ده كام؟ 2286 يورو. نعمل ريفرش بس كده، اكونت 2295 يورو، وهكذا. انا كل ما بعمل ريفرش كل ما الزيادة جاية، والزيادة دي جاية زي ما اتفقنا ان علشان الشباب سجل وقدرنا نشترك في الموضوع ده. فتخيلوا كده 716 واحد سجلوا وقادرين نشترك في الموضوع ده على الجروب. طيب تعالوا بقى هنبدأ على شركتنا الجديدة دي اللي هنشتغل عليها اهي، لايك سنس دي يا شباب اللي احنا هنشتغل عليه. انا رحت رقيت العضوية بريميوم ب 17 دولار عشان ما حدش يحط فلوس من جيبه، وكده كده 17 دولار لما يرجعوا ان شاء الله هنرجعهم عادي، مفيش عندي اي مشكلة. تمام. بس مش عايزين حد يحط حاجة لحد ما انزل لكم كام اثبات كده ونشتغل مع بعض زي الشركة التانية. تمام. بصوا يا شباب، هديكوا الرابط اللي هو ده، هديكوا الرابط ده اللي هتسجلوا بيه، ده اللي هنرقي بيه العضوية دي، اللي هي العضوية جماعية مش عضوية لشخص واحد. يعني دي مش عضوية شادي، سيبك من شادي خالص، انا هضغط على الاعلانات زيك، بس انا بنتظر برضو ضغطاتك علشان بنتحاسب فيها. السبونسر هنا بيجي لي الناس اللي هيبقوا اشتركوا تحتي، لان هي عامله زي شجره كده. فانت هتاخد الرابط ده كده، وتعالوا كده نشترك مع بعض. انا هفتح الفي بي اس بتاعي، انت طبعا هتفتح عندك الرابط وهتسجل بالطريقه اللي احنا هنسجل بيها دي كده يا شباب، بالظبط من البدايه للنهايه، علشان ايه؟ نشوف بنعمل ايه. بسم الله. هيفتح كده معايا الفي بي اس الامريكي ده، انا بعمل بس عليه الشرح وبعمل عليه شويه شغل فوق. هنفتح كده المتصفح اللي هنشتغل منه. هحط الرابط يا شباب بتاعي اهو اللي احنا عايزين نسجل منه، وهوريكم هنعمل ايه بالظبط علشان الناس كلها حتى لو مبتدئ تشتغل معانا. وبصوا يا شباب، الموضوع ما بياخدش منكم اكتر من 10 دقايق يوميا شغل معانا، او نص ساعة يوميا. انت كده كده قاعد على الانترنت 24 ساعة، مظبوط، قاعد 24 ساعة من غير ما بتستفيد. فخش استفيد وهتفيدنا وهنفيد بعض كلنا، اعتبروها جمعية كلنا عاملينها.
يعني انا بعتبرها جمعيه كلنا عاملينها. الفيرست نيم مثلا اهو بتاع اللي هتسجل، وده يعني اسمك واسم العيله. الايميل بتاعك هنفتح كده نجيب الايميل اللي انا هشترك بيه ده، لان ده كتست قدامكم كده، بس ايه هنشتغل بيه. اسف معلش، دي داتا زباله اول يومين دول، انترنت تعبان جدا. اهو يا شباب حطيت الايميل هنا وعدت الايميل تاني. الباسورد بقى اللي انت عايزه، اعمل اي باسورد انت حابب تعمله، وتعيد الباسورد تاني. اليوزر نيم اللي انت عايزه، اليوزر نيم اللي انت عايزه قول له ايه ساين اب ناو. انت كده سجلت من خلالي، انت كده سجلت من خلالي يا شباب. اهو هقول له ريمبر. هو بيقول ان انت ايه داخل من على الفي بي اس. عامه انا بس ايه بوريكوا طريقه الشرح بعد ما بعد ما بتشرح وبعد ما بتسجل وخلاص. هو بيقول انت داخل من في بي اس، فمش هينفع ايه نقبلك من في بي اس. ده يثبت لكم مليون في المية ان الشركة محترمة وبتراقب الايبيهات وبتراقب العضويات. وبصوا عشان اللي هيسجل اكتر من حساب، هم اخدوا اي دي جهاز الكمبيوتر علشان ما تسجل لهمش اكتر من حساب على نفس الجهاز. ده جميلة جدا. وبصوا حرف الاس HTTPS ده يعني شركة موثوقة مليار في المية يا شباب، هتدفع لنا مهما جبنا عدد. تمام. طيب جميل قوي، احنا كده سجلنا. بعد كده بيجي لك على الايميل بيقول لك من فضلك فعل الحساب. بتخش على الايميل تضغط على تفعيل الحساب. تمام. بتخش بقى يوزر نيم وباسورد وتبدا تشتغل. بصوا تعالوا كده نشرحها من فوق بكل سهوله كده عشان الموضوع ما يبقاش صعب معاك. شايف الفيو ادز دي اللي احنا هنبدا نشتغل عليها يا شباب. كل اللي بتعمله بصوا كم الاعلانات عندك، اعلانات كتيره جدا هتقدر تخبطها كل يوم اهي. هضغط عليها كده وبصوا يا شباب هيجي لك هنا يقول لك القطه فين. فانت لو بصيت هنا كلها كلاب جربانه اهي، لكن دي اللي قطه وبرضه قطه جربانه. بس يعني ايه بيقول لك القطه فين، يعني طلع لنا مكان القطه. اهو طلعت مكان القطه. قال لك طب استنى بقى يا حاج، انت كده ماشي قشطه ظبطت لنا القطه، استنى لما الموقع ده هو يحمل وبعدين العداد ده يخلص، وبعدين يقول لك خلاص كده اتحسب لك الايه، اتحسب لك 0.01 سنت. اقول له كلوز. الشركه دي يا شباب من افضل الشركات تعتبر اللي احنا هنشرحها برضو او اللي هنشتغل عليها. وده اعلان تاني اهو، يعني انا نزلت لتحت لقيت اعلان تاني اهو اللي مكتوب جنبه كليك ده يبقى كده خلاص خلص. طبعا هو لو انت قفلت المتصفح او رحت لمكان تاني مش هيعد معاك. يعني بصوا تعالوا كده نروح لمكان تاني، مش هيعد معايا، لازم اقعد فيه كده لحد ما ايه الموقع يتشاهد. بيقول لك استنى لما الويب سايت لود. بعد ما بيبقى لود بيقول لك طيب تمام كده زي الفل، خلاص اعمل له بقى كلوز او اقفل. الرصيد بيجي لي فين يا شباب؟ بيجي لي فوق اهو. يعني انا لما هقول الناس تنزل برنت من الحساب بتاعها ينزل لي برنت بس من على المربع اللي فوق ده كده. طبعا انا هبقى شايفهم في الايه في الريفرال اللي عندي. طيب تعالوا كده على حاجه اسمها الافيلايت عشان الناس اللي حابه تدعي اصدقائها. هو بيقول لي روح رقي عضويتك بريميوم. فانا رحت رقيت الاكونت بتاعي بريميوم علشان الناس اول ما تخش باذن الله يبقى الربح معانا عالي، نقدر نوزع توزيع كويس جدا على الناس، مفيش اي مشكله. لكن اللي حابب يرقي بريميوم بيروح يضغط على الباي بال او على غيره. طب انت ما معكش كارت، ما معكش كارت ترقي بيه بريميوم، في حاجه جميله قوي قوي بتتعمل هوريكم ازاي هنعملها للي معاه الباي بال. اللي ما معهوش باي بال يقدر يشوف شرح عمل الباي بال. بصوا يا شباب الفكره عباره عن ان احنا بنعمل فيزا كريدت كارد، يعني بنعمل ماستر كارد لمده 24 ساعه بحط لك فيه الرصيد اللي انت عايزه. عايز فيه $17 هنحط قيمته بالمصري واحطه لك، تخش تربطه بالباي بال وتشتري العضويه في 5 دقايق بالظبط. تمام. هبقى احط لكم رقم الراجل اللي بيعمل الفيزا، او ثواني اوريكم شكل الفيزا معموله ازاي برضو. بصوا يا شباب انا طلبت من الراجل قلت له حط لي 200 جنيه في فيزا، في 3 دقايق بالظبط حط لي 200 جنيه وادالي رقم الكارت، رقم الفيزا بتاعتي اهي. ده الرقم 53442288838333374. وده الاكسباير شهر 7 2016. وده الباسورد بتاع الكارت.
الكارت يخلص يوم 24/1 اللي هو بكره. الكارت كده كده انا خدت الرصيد اللي فيه، فانا كده كده وريتكم الارقام، ما عنديش مشكله. فكل اللي بيحصل يا شباب، هتخش على الباي بال تربط حساب، هتربط حساب الفيزا. يعني انا لو فتحت الباي بال بتاعي اهو، انا بس بوري الناس ازاي لو انت عايز ايه تشتري بريميوم لمده سنه وتزود الربح بتاعك. الموقع مأمون ومضمون جدا جدا. فانا الناس اللي هتشتغل معانا باذن الله حتى من ربحها ممكن نرقلهم. يعني ما كلنا زي ما قلنا هنبقى كروب واحد كده مع بعض. حتى الربح اللي هيجي لي من ترقيتك هو مش جاي لي، هو جاي لكم. مظبوط يا شباب، هو جاي لكم. فبصوا هنا كده يا شباب، انا باجي على باجي على محفظتك، اضغط على محفظتك وبعمل اضافة فيزا. بصوا اهي هي فيزا هنا، حطيتها فيزا ماستر كارد. بقول له ربط بطاقة. بعد ما بعمل ربط بطاقة بنوع البطاقة ماستر كارد، واخد البيانات اللي الراجل اداها لي دي، اكتب 5 3 4 2 2 8 7 2 8 وهكذا. الارقام دي هكتبها هنا، رقم البطاقة، تاريخ الانتهاء 17/16 اللي هي أو تقريبا كان كام تاريخ الانتهاء، 7/16 7/16 تمام. رقم البطاقة بكتبه هنا. السي اس سي هو ده يا شباب، السي في سي ده 374. هروح كاتبه واروح قايل له حفظ طبعا بعد ما بعمل عنوان. وبعدين بخش هنا ارقي عن طريق الباي بال واخش ادفع، اختار الفيزا اللي انا ربطتها واقول له ادفع، فبدفع. فهو ده فعلا اللي انا لسه عامله، ده فعلا اللي انا لسه عامله حالا. دفعت عن طريق البطاقه اهي في 5 دقايق بقى. لا اقول لك روح بنك ولا اي حاجه خالص. افتح حساب الباي بال بتاعك ونعمل لك فيزا عليها الايه ال 17 دولار، يعني 59 جنيه مصري. تمام. خلاص يا شباب، جميل قوي. احنا قلنا ان انت خدت الرابط واشتغلت. قلنا الفيو ادز بتشوف كل الاعلانات دي. انا طبعا انا مخلصهم كلهم، لكن انت هتقعد تضغط على اعلان وتشوفه. الاعلان اللي انت شايفه هيجي يقول لك لا ده انت شفته خلاص، مش ايه مش هينفع. يبقى احنا هنشوف كل الاعلانات دي. الرصيد بتاعك فوق هيبدأ يكبر. الربح نفسه هيجي لي هنا باسمك، هيجي هنا باسمك الربح بتاعك. طيب انت رقيت بال 17 دولار، هاخد عنك كام؟ هقول لكم يا شباب اخد عنك كام. المفروض يجي لربح الجماعة مش لربح انا. لو انت رقيت الكوميشن بيرساين اب، لو انت وصلت ل10 دولار في حسابك انا باخد لا ل5 دولار باخد انا 2 دولار. بصوا ده البريميوم، انت عشان لما هتدعي الناس اصدقائك. تمام، لما هتدعي الناس اصدقائك. الكوميشن بير اوفر باخد 10%. الكوميشن مش عارف ايه. لا لو انت رقيت برضو باخد. يعني بصوا يا شباب، هي 8 شجرات، عباره عن 8 شجرات. انا كل اللي يهمني دلوقتي الناس اللي هتشتغل بالستاندرد. طب اللي معهوش 59 جنيه هيشتغل بالستاندرد. طب اللي معاه 59 جنيه وحابب يرقي لبريميوم هيخش يرقي بريميوم. الموقع باذن الله مضمون مليار في المية بالوضع اللي انا شايفه ده. التامين وازاي انه مراقب الحاجه والاتش تي تي بي اس الموضوع فمؤمن جدا. يعني انا يمكن هبقى احط لكم صوره واحد كسبان او محول تقريبا 600 دولار. فتخيلوا احنا لو 700 شخص دول اشتغلوا، رصيدنا ده هيبقى كام ونحول. الموقع بيحول كل يوم 2، يعني كل يوم 2 في الاسبوع نطلب الفلوس بتاعتنا هتجيلنا على طول، وبيبقى تسميع فوري. طيب هل احنا بنربح من الفيو ادز بس؟ هل احنا بنربح من الفيو ادز بس؟ لا مش من الفيو ادز. بصوا شباب، هضغط كده على الاكونت بتاعي. بصوا هنا لو انت جيت هنا، ده البي تي سي اللي انت بتشاهد الاكونت، بتشاهد الايه الاعلانات. طيب هنا في لعبه كده اسمها لعبه الحظ. تعالوا كده نشوف هي عباره عن ايه. بصوا يا شباب، انا بالنسبه لي عشان بريميوم معايا 50 او حاجه اكتر. كام واحده؟ ده واحد، اخر واحد هنا كام؟ 30. معايا كل دي مربعات اقدر اضغط عليها. انت تقريبا هيجي لك اقل، لكن الناس اللي هتبقى بريميوم معانا هيجي لها نفس القصه دي. بيقول لك يا شباب ان انت ممكن تكسب لحد 10 دولار لو نقرت على مربع الحظ. هي لعبه حظ. طب تعالوا كده نجرب مربع. هي طالما لعبه حظ هي عمرها ما هتلعب معايا، بس يعني يمكن حد منكم تضرب معاه. تمام، لان احنا عارفين حظ المصري فقري. انا بعمل كده اهو، هنتظر اما اشوف كده هيقول لي مبروك كسبت ايه. كسبت عباية بقى او كرسي خشب.
انت معاه، انا علشان انا بريميوم معايا 59 فرصة فوز. بات يو وير نوت وينر، انت كده ما كسبتش لان المربع ده طلع فقر، انا عارف. طب نضغط على المربع اللي بعديه. انا معايا 59 محاولة، اقدر اضغط على ال 59 مربع، ممكن يطلع لي منهم 1 دولار، 10 دولار، 5 دولار، 1 سنت، حسب ما هيطلع لك. ده برضو ايه، ما طلعش حاجة. طب نجرب هنا. فهي فعلا لعبة حظ، وعلى فكرة الناس بتكسب منها، هوريكم برضو مين اللي كسبان منها وكسب منها ازاي. اهو، يعني دي حاجة اسمها لعبة حظ، بتفتح المربع كده وتضغط، ممكن يجيلك رصيد كويس جدا. ما بص يا شباب، بص يا شباب، عشان انا عارف نفسي ممكن انتوا تنقروا وتجيلكوا يعني ايه. بصوا، ده لسه كسبان، لسه كسبان حالا 10 سنت من لعبة الحظ، وده كسب 10 سنت. طيب تعالوا كده، مفيش حد هنا كسب على 25 سنت. شايفين ده لعبة الحظ اهي. يا نهار ابيض، الراجل في واحد اخد 10 دولار، اخد من نقرة لعبة الحظ 10 دولار. لا ده احنا نقعد بقى ايه، نفتح المربعات كلها، ما هيخليلهمش مربع لو جالي 10 دولار، وهكذا. فدي اسمها لعبة الحظ. خلص ال 26 مربع بتوعك، مش هياخدوا معاك 26 ثانية، قول هياخدوا معاك 5 دقايق. بس انت مش كسبان النهار، ماشي خلاص تمام يا شباب. يبقى ده ايه، لعبة الحظ. يبقى احنا عرفنا ان لعبة الحظ انت بيبقى لك ايه 4 كليك 16 مور لسه. وفي هنا برضو الكومبليت تيسكس دي حاجة برضو بتقدر تربح منها 1 سنت و2 سنت وحاجات من دي. بيقول لك لودنج، انتظر علشان ايه، مفيش تسكس عشان نعملها دلوقتي. هي عامة حاجات زي استطلاعات كده بتعملها. راح اضغط على الاكونت بتاعي العضوية تاني، كومبليت اوفر، اكمال عضويات، وفيزيت فورم. شوف الفورم بتاعهم اللي هو الايه، الفورم بتاعهم اللي هو المنتدى يعني بالعربي. اضغط كده وفي حاجه جميله جدا يا شباب، ان لما بيجي ادز بيقول لك لا شوف ده هنا بينور لك اهو. تمام، جميل قوي. في برضو هنا كان في حاجه، آه كان في حاجه هنا. هنا لو انت حابب تاخد البنرات اللي تقدر تحطها في موقعك، لو عندك موقع علشان تدعي به الناس، دي البنرات. فيو ادز، كل شويه بيطلع لك كل شويه يا شباب بيطلع لك اعدادات، اعلانات قصدي، معلش. كل شويه بيطلع لك اعلانات. هو ده ايه، كان في حاجه هنا زي تول بار كده علشان يوضح لك. انا عايز اشوف بس التول بار بتاعهم محطوط فين. طيب، عامة هو التول بار اللي فوق ده يا شباب بيوريك ان في اعلانات جات لك، فسيب الموقع مفتوح على طول واعمل له ريفريش، لان على طول بيطلع لي اعلانات. يعني انا لسه كنت مخلص الاعلانات وطلعت لي تاني اهو. فبيقول لك القطه فين، اهي ده القطه اهي يا سيدي. هضغط كده وهجي لك. المهم ان انا عايز عايز كل الشباب ال700 وشويه اللي اشتركوا معانا دول يخشوا يشتركوا على الموقع ده. حتى لو الموقع اللي فات ما نقدرش نسحب منه غير 40 دولار كل يوم، معلش انت كعضويه عاديه كمان هيطلع لك 2 يورو كل 14 يوم تسحبهم. هتجمل معانا يا شباب في النهايه. غير ان احنا هجيب لكم مواقع موثوقه جدا زي الموقع ده كده، هنرقي فيها العضويات ونشتغل كلنا مع بعض، وهنشوف مع بعض الرصيد في النهايه عامل ازاي. باذن الله، باذن الله هتبقى جمعيه كبيره جدا الكل مشترك فيها. اهو يا شباب جالي خلاص الفيو ادز، شفتها خلاص تمام. ببقى هنا بقى انا هكمل انا الحاجات دي. انا وريتكم ازاي هتسجلوا. طبعا هديكم الرابط ده علشان الناس بس اللي هتبقى دي هيبقى الرصيد ده بتاعهم. يعني جبنا هنا 500 600، الرصيد ده بتاع الناس اللي مسجله من على الرابط ده واشتغلوا. لازم تكون اشتغلوا، يعني ما هو مش هيجي لي فلوس غير لما انت تشتغل، والفلوس اللي جايه لي مش جايه لي، دي جايه لكم انتوا. تمام يا شباب. اي شروحات تانية خاصه بالموقع ده هشرحها لكم باذن الله. اول اول ما يجي لي الرصيد هوريكم ازاي هنطلب الرصيد، ازاي هنطلب ازاي هنطلب الرصيد بتاعنا ونسحبه. ازاي هنطلب الرصيد بتاعنا يا شباب
وايه ونسحبه. يلا نتوكل على الله. وبصوا كده، حاجه كمان تشجيع، هو يمكن الموقع ده هو اللي شجعنا على الموضوع ده. 2295 2311، تخيلوا في شويه الوقت اللي احنا شرحنا فيه الشباب عمال شغال، وبعدين بقينا 720 كنا 714. توكلوا على الله يا شباب، يلا عايزين نبدأ شغل مع بعض. الموقع ده موثوق مليار في المية بإذن الله، عشان كلنا نشتغل فيه. اتفضلوا يا شباب، واللي عايز يرقي بريميوم زي ما قلنا تقريبا 54 دولار. تعالوا كده اشوف انا هعرف بالظبط كام من الايميل اللي جالي. اهو بصوا هنا لما ضفت الكريدت كارد، هنا بصوا يا شباب بالظبط 17 دولار. لا اسف معلش، ده 17 دولار ب 140 جنيه مصري. 59 ده حاجة تانية. ب 137 جنيه مصري، يعني ممكن نحط في الفيزا مثلا 140 جنيه او 150 جنيه وترقي بريميوم. مش عايز ترقي عادي جميل جدا، اشتغل معانا برضو وهيجي لك رصيد، الرصيد ده ممكن ترقي منه. فتوكلنا على الله يا شباب، يلا نبدأ شغل.